ازاي اتعلمت لغه في يوم واحد بس؟ النهارده عندنا 24 ساعه هتعلم فيهم لغه ما اعرفهاش، وفي اخر الفيديو لو عرفت اتكلم مع واحده نيتيف يبقى نجحت في التحدي. Français, crème brûlée c'est bien. Et on prend une assiette de fruits parce qu'on est des gens... بكل بساطه انا ومنيه مع اني بتكلم 3 لغات عربي وانجليزي والماني، المره دي قررت ازود الفرنش. انا عارفه كلنا بنبدا نتحمس بعدين نقرر وما نكملش في الحاجه دي. النهارده خليك ازاي تكمل عشان ده احسن وقت تتعلم فيه، ودي مش دراسه عشان احنا سالنا الناس في الشارع ودي كانت النتيجه. شباب اللي هيعرف يجاوب على السؤال ده هياخد ال 100 جنيه دي. عايزين حد بيتكلم 3 لغات نديله الفلوس دي. جو بارلو فرنسي. هو ده كده فرنسي. اللغه الثانيه ماشي، اللغه الثانيه ما ده هو الكويت والحاجات دي لغه. كيفك؟ لا انا هتكلم تركي مدبلج انجلش. سينس فيورم. انا قلت 2 كده. قول لنا بقى. Guten Morgen, mein Name ist إياد حازم. اللغة التانية. الانجليش Good morning, my name is إياد. بس خلاص. راجل عمل تطبيل ده. مجهودك ده مش هديك ال 100، انا هديك 10 جنيه. خد ال 5 جنيه دي وحل عندي. طب ليه؟ والله ما انت واخدها، والله ما انت واخدها. ده كده انت بتعرف تتكلم 3 لغات؟ لا خلاص اتكلمت أنا لغات. اتكلمت. انت اتكلمت كويتي. انا مدبلج تركي مدبلج. ماشي. هتكسب 100 جنيه لو عرفت تتكلم 3 لغات. بقول لك انا بتكلم سوداني، الزول يروح فين ويجي منين. الحاجه الثانيه انا بتكلم سوري. اتكلم سوري. يا زلمه ايش حالك، ايش اخبارك؟ الله. انا بتكلم سعودي يا ولد. عمو انت النهارده كسبت معانا 100 جنيه دي. مفيش ناس كتير بتعمل كده، نادر لما تلاقوا حد بيتكلم 3 لغات مع بعض، عشان ده احسن وقت تتعلم فيه لغه. في البدايه انا بدات اتعلم ومن اول يوم بقيت احس نفسي ان انا زهقانه، وده عشان بستخدم يوتيوب وبتفضل تتفرج على كورسات، بعدين الكورس يتوه منك فتلاقي فيديو تحدي البرجر فتتفرج على الفيديو ده فتوه، فمفيش مكان مرتب لك كل حاجه تتفرج عليها بالترتيب. النهارده انا هتعلم من موقع ينفع.com عشان فيه كورس فرنش كامل مترتب A1 B1 B2، وفي كل كورسات اللغات التانية زي الروسي الالماني الانجليزي الاسباني، ومتقسم مستويات. اول ما بدأ معايا من اول الحروف لحد ما بقيت كرواسون، وهسيب لكم الموقع تحت. ويلا نبدا تايمر ال 24 ساعه. اول حاجه لاحظتها في التجربه دي انك ما تتعلمش وانت ساكت، الا لو كانت لغه الاشاره. كده احنا نبدا نتكلم بقى. يعني انا وانا بتعلم بزعق ورا الراجل المحترم اللي بيعلمني عشان لساني يتعود. مشكلتنا ان احنا بناخد اللغات كحاجه نظريه مش كحاجه بنتكلم بيها. هي مش فيزياء، هي مش كيمياء. استخدم حنجرتك وترشنا وما تحسش انك كرنج ومبتدئ. ما كل الناس في اول يوم كانوا مبتدئين وكرنج، يعني مش انت اللي هتكسف العالم. ودي حاجه علميه اسمها الشادوينج او الظل، او ان انت الظل بتاع الراجل اللي بيتكلم. بس قبل ما تتعلم اعرف ان all keys will never open new doors، يعني المفاتيح القديمه لا مؤاخذه مش هتفتح بيبان جديده. يعني اي طريقه جربتها وفشلت ما تحاولش تجربها تاني. هو يعني اصرار على الغلط، اصرار على الفشل. لا تجيب كتاب كيف تتعلم الفرنساويه في 5 خطوات، ولا القاموس اللي بتجيبه وتنساه. مفيش حد، ما انت عمرك شفت حد بيتعلم لغه من قاموس، ولا تتفرج على يوتيوب بشكل عشوائي. ده الطريق الاصعب عشان انت ما عندكش خطه وبتقول ان انا بتعلم. ودي كانت غلطتي طول حياتي، ابدا لغه واسيبها كده في الفراغ، لا عندي خطه ولا عندي حد يعلمني، ولا بعمل كل حاجه عشان افشل في اللغه. بعمل خطه الفشل مش بعمل خطه النجاح. اول كام ساعه اتعلمت الاساسيات من موقع ينفع، وبدات اروح لحته تانية. تاني تجربه اتعلمت بالمحتوى اللي بحبه. انا بلاقي نفسي بتكلم فرنش عشان بحب اسمع اغاني داليدا. مش مهم تكون حاجه مهمه ولا ان انت تتفرج على فيديوهات لناس سياسيين، المهم تكون بتتفرج على محتوى بتحبه او بتسمع حاجه بتحبها عشان تتعلم عن طريقها، او اي حاجه فيها فرنش. عارفين حلقه توم اند جيري اللي هو كان بيتكلم فيها فرنش؟ انا بجد ممكن احب اتفرج على حاجه زي دي والقط منها، ولما بشوف الكلمات واسمعها بلاقيني بكرر وراها بسهوله، فبطلع الاكسنت صح وبلاقيني بتكلم زي اهل البلد. او هتفرج على مسلسل باللغه دي عشان بحب المسلسلات. يا عمي اتفرج على كرتون، مش مهم المحتوى اللي هستهلكه، المهم حاجه ممتعه تخليني استخدم اللغه. واهم حاجه افتح السبتايتل على اللغه اللي انا بتعلمها عشان عيني تتعود على طريقه كتابتها، على الكلام اللي بيتقال، واعرف اتعلم. يعني مستحيل اتعلم فرنش وانا بقرا الترجمه بالعربي. انا كده بتعلم عربي، ده بيخليني اتعلم ازاي الكلمه بتتكتب وازاي انطق، وده هينفعني في حصص الدكتيه. الدكتيه يعني الاملاء بالفرنش. المهم تخلي الموضوع فن على قد ما تقدر، تخلي الموضوع ضحك وهزار وسهل، عشان ما تحسش ان انت قاعد 5 ساعات على المكتب بتعمل حاجه ممله وهتسيبها وتزهق وتمشي وما تكملش فيها. خليها ممتعه على قد ما تقدر. عشان لو لاحظت اغلب الناس اللي بتشتغل في الاماكن السياحيه ممكن ما يكونوش متعلمين، بس هم بيلقطوا من السياح. هتلاقي العمال اللي هناك بيتكلموا كذا لغه على انهم ما درسوش اللغات دي. دول ولا اتعلموا بالورقه والقلم ولا جرامر ولا اي حاجه، هم بس عودوا ودانهم يسمعوا اللغه دي وبقوا يتكلموا عادي. في الساعات التانية عملت ثالث تجربه، الاميرجن، الغطس اللغوي. ايوه
ايوه انت سمعت صح، الغطس، هنغطس في اللغه. عمرك فكرت قبل كده هو احنا محتاجين نبقى اذكياء عشان نلعب رياضه او اذكياء عشان ننزل الجيم؟ ده بالظبط اللي بيحصل مع اللغات. انت مش محتاج اي نوع من الذكاء عشان تتعلم لغه. كتبوا عليك وقالوا لك لازم تبقى ذكي عشان تتكلم اللغه الفلانيه. انت مش محتاج اي نوع من الذكاء عشان تتعلم لغه، وهثبت لك ازاي. اي حاجه محتاجه نوع من انواع الممارسه، وده اللي اسمه الغطس اللغوي. يعني زي ما بتغطس وبتلاقي الميه لمساك من كل حته، ده اللي لازم تعمله مع اي لغه في حياتك. هتروح تحوط نفسك باللغه زي الميه في البسين بالظبط. انا دلوقتي هغير لغه التليفون لفرنش، الكيبورد هيكون فرنش، السيتنجز هتكون فرنش. هخش اشوف ناس واعمل فولو بيتكلموا باللغه دي عشان طول الوقت اشوفهم قدام عيني، اسمع اللغه كتير. الاخبار على التلفزيون بالفرنش، كل ما احس ان انا مش فاهمه حاجه هروح ادور عليها واسال عليها زي الاطفال بالظبط. ايوه زي الاطفال. بعد شويه حصلت التجربه الرابعه، الانبوت قبل الاوتبوت. اللي هيدخل لك اهم من اللي انت هتطلعه، لان انت مش هتطلع حاجه من غير ما يدخل لك حاجه. مثلا ازاي الاطفال بيتكلموا اللغات من غير ما يروحوا مدرسه ومن غير ما يتعلموها ولا جرامر ولا اي حاجه. طفل بيتولد بيلقط من اللي حواليه ويتكلم، يعني هو بيتكلم اللغه قبل ما يروح المدرسه يتعلم الحروف. حتى الشخص الامي بيتكلم اللغه من غير ما يبقى عارف يقرا ويكتب، بس هو بيستخدمها في حياته. ده معناه ان اللغه بتيجي قبل الحروف، عشان الطفل عنده فضول يسال عن كل حاجه ويقلد اللي حواليه وهم بينطقوا من غير ما يبقى مكسوف. عمرك شفت طفل مكسوف ان هو يتلعثم في نطق كلمه؟ احنا محتاجين نبقى بعقليه الاطفال دي واحنا بنتعلم اي حاجه. فانا هستخدم الفضول ده عشان اجمع كلمات، مش هجيب شيت وافضل احفظ كلمات. يا ريتك فلحت يعني بالطريقه دي، كان زماننا كلنا بنتكلم انجلش تحفه. فانا هستخدم الفضول عشان اتعلم كلمات. من اول ما اصحى من النوم بتعلم بعقليه طفل عنده 3-4 سنين، ماشي يسال وعنده فضول كل حاجه اسمها ايه، من الابره اسمها ايه، مفصلات الكرسي اسمها ايه، الشبشب اسمه ايه، الخرز اللي موجود في الستاره اسمه ايه. وده اللي يفرق المتحدث النيتيف اللي هي بيتكلم اللغه الام عن الشخص العادي، انه عارف اسم التفاصيل، ما بيعطلش يقول غطا الازازه بتاعت الميه، فاهمين؟ ولا الابره والخيط اسمهم ايه، عشان دي حاجات بيشوفوها كل يوم. هسال نفسي جوه دماغي يعني ايه عدسه الكاميرا بالفرنش، يعني ايه فرشه سنان، يعني ايه مخده. استخدم عينك كعدسه بتجمع اسامي وكلمات ليك. ده بالظبط اللي الطفل بيعمله. يفضل يقول لك امبو، يفضل يقول لك يفضل يقول لك مام، كاني طفله مولوده وبتحاول تلقط اللغه من ابوها وامها. هخلق فضول تجاه الحاجات. وعلى فكره دي احسن طريقه بجمع فيها كلمات لحد النهارده في الانجليزي، وعشان استخدم الكلمات وعمري ما انساها بالطريقه دي. بعد ساعات من تعلم اللغه مشكلتي اني بنسى الحاجات اللي انا اتعلمتها ونطق الحاجات. والتجربه الخامسه هي الانكي ميثود. طريقه انكي هي واحده من اقوى الطرق لتعلم اي لغه، وبتعتمد على مبدا SRS، Spaced Repetition System. كل ما اتعلم لغه بحط اللي انا اتعلمته على موقع ذكي بيستخدم الانكي ميثود ده، بيقوم ظاهر لي الكلمه بترجمتها بطريقه نطقها في اللغه بتاعتي. وكل فتره لما بجمع بيفكرني بكروت ويفضل يعمل لي، يوريني الكلمه وانا اقول الترجمه، يوريني الكلمه ويوريني طريقه نطقها بالطريقه المكتوبه. يعني مثلا كلمه ايبو يعني بومه بالفرنش هكتبها بالعربي ايبو اللي هي الف ي ب واو، لكن هي في الحقيقه بتتكتب ايبو بتبتدئ بالاش فشايفين الترتيب. ايبو اتجمعت في 3 حاجات اهو. ولو نسيت بيفضل الكلمات تتكرر قدام عيني وبشوفها بالنطق والترجمه وبطريقتها الاصليه في اللغه، ودي اسهل بكتير وبتثبت في المخ اسرع من ان انا اجيب الكلمه وترجمتها، وهتلاقينا بننسى الكلمه في الاخر. وانا بحب ازود عليها اني بكتب نطق الحاجه باللغه بتاعتي عادي جدا، وده بيفكرك طول الوقت بالكلمات عشان ما تنساهاش. التجربه الخامسه اني مش لازم احفظ كلمات كتير. انا اتصدمت زيكم كده، اعرف جمل اهم بكتير من ان انا اعرف كلمات. يا فرحتي عرفت الكلمه مش عارف استخدمها في اي حاجه. زي ما بتحفظ جود مورنينج احفظ جمل ثابته. يعني اتعلم بدل ما تقول الاكل حلو، اتعلم الاكل طعمه حلو النهارده، او الاكل طعمه حلو كجمله كامله. انت كده خدت الكلمات بس اتعلمت ازاي تحطها في جمله. اتعلموا جمل عشان هتكون ضربت عصفورين بحجر، خدت تركيب الجمله وخدت الكلمات معاك. وعشان تعرف تنطقها صح في موقع اسمه يوجلش ده عليه كل اللغات. بتختار اللغه اللي انت عايزها وبتقول مثلا تحط الكلمه اللي انت عايزها دي وتلاقيها ازاي بتتقال في جمله. مثلا زي كلمه ريفياغ مثلا او ايبو، هكتبها وهسمع اللي بيتقال. واخر خطوه قبل ما اقابل صاحبتي الفرنسويه وخلاص فاضل في التحدي كام ساعه ويخلص، الشادوينج تكنيك اللي احنا اتكلمنا فيه في اول الفيديو، ان احنا نجعر مع الراجل ونسمع صوتنا لنفسنا. الشادوينج انك تسمع حد بيتكلم اللغه دي وتفضل تكرر وراه كانك بتمثل نفس المشهد، كاني ماشيه معاه زي ضله، مش بعده ولا قبله. في نفس الوقت اللي هيقول فيه الجمله انا هقول فيه الجمله، في نفس الوقت اللي الاغنيه هتغني فيها الجمله انا هغني الاغنيه. هي هتقول استواغ ده نموغ، انا هقول استواغ ده نموغ. وبعد 24 ساعه جت اللحظه الحاسمه. اتصلت ببلقيس ونزلنا. بونجور.
بونجور. قابلنا وقررنا نطلب اكل في المطعم والمنيو بالفرنش. عايزه اكل يعني ايه؟ نسيت. جي فو مونجي. Ok. Tu veux manger quoi? Oui. Ok, on va prendre un dessert, je pense. Crème brûlée. Ils ont un dessert français. Crème brûlée, c'est bien. Et on prend une assiette de fruits parce qu'on est des gens healthy. بسمعها بحب هيلسي دي جدا والله العظيم احلى واحده هو اللي انت بتغني. قايله عليه ده. Une assiette de fruits. Assiette de fruits. سكر من غير سكر. لا يعني طبق فواكه. لا ماما عامله طبق فاكهه في انسوي. Assiette, on prend une salade César. وطبق سلطه معاها. Bravo. اللهم صل على النبي. On prend un poulet grillé. طاجن لحمه بالكوارع. انا حاولت اتعلم لغه في يوم واحد. محدش بيتعلم كده يا بنتي. لا محدش بيتعلم بالطريقه دي. النتيجة كانت اني فشلت وطبيعي. كل حاجة اتقالت في الفيديو ده صح وعملية وفعالة. الحاجة الوحيدة اللي اتقالت في الفيديو ده مش صح هي انك تتعلم لغة في 24 ساعة. ليه؟ هتعرف تتعلم في 24 ساعة بس الحاجات بتحتاج وقت. هدف الفيديو ده ان انا اوريك ان الحاجات اللي ليها نتائج عظيمة بتاخد وقت، واننا كلنا عايزين نتعلم اي حاجة بسرعة وفي اقل من 24 ساعة ويلا ننجز ويلا نتعلم الحاجة دي بسرعة، وده اكبر فخ هتقع فيه في حياتك. هتتعلم بس بشكل سطحي ومش حقيقي. طب يا أمنية، التعليم الحقيقي ده بيجي ازاي؟ التعليم الحقيقي بياخد وقت، ولو عايز تتعلم حاجه بجد وتتعلم من ناس بيشتغلوا الحاجه دي فعليك وعلى موقع ينفع.com. ده موقع انا شخصيا بستخدمه لنفسي. موقع بيفتح لك 400 كورس لناس ناجحين في مجالاتهم، بيدوك الكورس بنفسهم ومجمع لك كل انواع الكورسات اللي انت محتاجها. اهم اللغات في العالم، انجليزي والماني واسباني وفرنش وروسي. انا ما لقيتش موقع بيدي كورسات روسي غير عندهم. طب لو انت شخص بتزهق من اللغات وعايز تتعلم حاجه تانية في نفس الوقت، عندهم كورسات برمجه وجرافيك ديزاين وسوشيال ميديا وموشن جرافيك وكتابه سكريبت، حتى كورسات التصوير والتسويق واداره الاعمال. فرضا ان مجالك مختلف، هتلاقي كورسات برضو للمهارات الاساسيه اللي مفيش مجال ما بيحتاجهاش، زي السيلز والبيع، مهارات التواصل والاقناع. يعني حرفيا اي حاجه تحتاج تتعلم عنها هتلاقيها في موقع واحد. والحقوا عشان اشتراك السنه بقى بسعر شهر، حرفيا بسعر اكله هتاكلها مع اصحابك. استثمر فلوس الفراخ من شويه في حاجه تفيدك، ودي طريقه تخليك فعلا تتعلم تعليم حقيقي، مش تعليم سطحي وسريع. لان الحاجه اللي انت مثلا تكون دافع فيها بتكون ملتزم فيها اكتر، والحاجه اللي انت شايفها مترتبه قدامك هتكون ملتزم فيها اكتر وانت بتشوف البروجرس بتاعك. لان حقيقي الحاجات السريعه ما بتديش نتيجه حقيقيه، ولو السرعه مفيده كان كل الناس اتكلمت لغات وكل الناس بقوا اساتذه ورؤساء قسم. عشان كده رسالتي من الفيديو ده ان نفس ال 24 ساعه اللي حاولنا نتعلم فيها لغه، ودي مش وقت ضايع، هي نفسها عندك وعندي وعندنا وعندهم كلهم اللي بنضيعها على السوشيال ميديا وعلى حاجات مش مهمه. تخيل لو عندك ساعه واحده كل يوم تتعلم فيها حاجه جديده، ساعه واحده بس في 365 يوم، يعني عملت 365 ساعه اتعلمت فيها حاجه. تفتكر انت مش هتكون كويس فيها؟ اسوأ حاجه انك هتكون شخص متعلم ومثقف، وعمرك ما تندم على الساعات اللي بتقضيها في تعلم اي حاجه. ساعه واحده هتتراكم في نهايه السنه ب 365 ساعة، ويا سلام لو زودت كل يوم نصاية ربعاية هيكون أزيد وأزيد، وهتكون أتقنت الحاجة دي وتعلمتها كويس قوي ومستحيل تكسل لأن هي مجرد ساعة. وحقيقي عواقب التعليم إنك هتكون مثقف وبتعمل فلوس أكتر ومتعلم والناس هتحترمك. حاجات يعني أتوقع هل نحب نكون كده، نبقى متعلمين ومثقفين وبنعمل فلوس أكتر والناس بتحترمنا وأنت بتحترم نفسك؟ على فكرة إحنا بنتسرق كل يوم، بصراحة، وأنا أول واحدة بتتسرق، وقتنا بيتسرق، عمرنا بيتسرق. فاقف مع نفسك وقفه وخد قرر ان نفس ال 24 ساعه دي مش هتبص لهم بالبصه القديمه بتاعتك، وان ساعاتك اللي بتضيع على حياه الناس تقدر تضيع على حياتك على فكره، وتعيش حياه احسن من حياه الناس اللي انت قاعد تتفرج عليها، وتعيش حياه احلامك اللي انت بتفضل تتفرج عليها وتسكرول فيها على النت، تفضل تقول فلان ليه عنده واشمعنى انا. هو عنده 24 ساعه بيستغلها صح، وانت عندك نفس ال 24 ساعه بتتفرج عليه وهو بيحقق احلامه. وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي.